بنت الجيران شغلة عنايا، وانا في المكان في خلق حواليا. يعني انا اول كاس عالم اتفرجت عليه كان سنة 2002. طبعا كلكم تقولوا ايه الهبل اللي انا بعمله ده، انما ده مش هبل. دي الاغنية الافتتاحية لكاس العالم 2022 في قطر. ايوه، دي الاغنية الافتتاحية اللي هتتغنى في كاس العالم 2022 في قطر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمتابعين من كل مكان. معكم محمد المصري من برنامج استاد المصري، وعاشر حلقات اليوم اللي هتكون مليئة بالأحداث المثيرة والكثيرة في نفس الوقت. أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم عن مراسم احتفال وافتتاح كأس العالم للمنتخبات بقطر 2022 بحضور كل من المطربة الكولومبية شاكيرا والمطرب المصري شاكوش. شاكوش اللي هيغني في كأس العالم في المباراة الافتتاحية أغنية بنت الجيران وحنيلي بصيلي، اللي جاي يعني يبهرنا بصوته. مبدئيا كده انا مش هتفرج على كاس العالم السنه دي، يعني كاس العالم دي بطوله انا بستناها كل 4 سنين. السنه دي انا مش هتفرج على كاس العالم بسبب صوت حسن شاكوش، اللي كان عامل فيديو برضه ليه وهو بيغني لوائل جسار اغنيه غريبه الناس غريبه الدنيا دي، وبسببها بتعالج دلوقتي، يعني عندي خرم في الاذن الوسطى بسبب صوته. انا لما سمعت الفيديو حصل لي خرم في الاذن الوسطى عندي. فانا عايز اعرف يعني مين اللجنه المنظمه اللي اختارته. المهم، شفنا امبارح على قناة نادي الزمالك وعلى السوشيال ميديا فيديوهات لمرتضى منصور. مفيش مستشار خلاص، وهقول لكم ليه دلوقتي. لمرتضى منصور رئيس نادي الخرارة، وهو بيقول ألفاظ نابية وألفاظ خارجة وشتايم وإيحاءات جنسية وقلة أدب على قناة المزبلة. سيبك من كل ده، سيبك من كان في أمهات بتتفرج، إن كان في بنات بتتفرج يعني على الملأ، ومفاجأة ان هما مش من حقهم يسمعوا اي الفاظ خارجة من دي. كل ده كوم، وانك تجيب سيرة كابتن محمود الخطيب في وسط الكلام وتصفه بأبشع وأقذر الكلام اللي هو موجود عندك انت اصلا، واللي موجود في تاريخك، كحرامي، كنصاب، كمدلس، كمزور، كبسكليتة. كل الصفات دي موجودة فيك انت. بتطلع تشتم في الناس، ما بتسيبش حد اللي ما بتجيب سيرته وسيرة أهله. أنا من هنا بتحداك وبتحدى أي حد هيجيب سيرة النادي الأهلي، رئيس النادي الأهلي، لاعيبة كيان الأهلي، جمهور النادي الأهلي، أي حاجة تخص النادي الأهلي. أنا كواحد من جمهور النادي الأهلي أنا مش هسكت. وأنا يا مرتضى ما بخافش، أقسم بالله ما بخافش. قول بقى اللي انت عايز تقوله واعمل اللي انت عايز تعمله. احنا حائط صد قوي لأي حد يحاول المساس بقيمة وكيان ورموز النادي الأهلي، وفي ظهر النادي الأهلي دايما. ولكن هل بعد احنا اللي شفناه في ألفاظ أنا يعني مش هقدر أقولها هنا، الإعلام المصري هيسكت على اللي حصل؟ مش هيكون في على الأقل إغلاق لقناة نادي الزمالك ومحاسبة كل المخطئين فيها برئاسة رئيس الخرارة وبعض التيت، مش عايز أقول اللي كانوا قاعدين معاه؟ هنشوف إيه رد فعل الدولة في هذا الأمر. النهاردة هتكلم عن قصة البطولة الأفريقية الخامسة في تاريخ النادي الأهلي اللي كانت في عام 2005. عام 2005 استهل النادي الأهلي مشواره في بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعد غياب 4 سنوات عن اللقب قام النادي الأهلي في دور ال 32 من البطولة بمواجهة فريق فيلا الأوغندي. في مباراة الذهاب في أوغندا انتهت المباراة بنتيجة التعادل السلبي 0-0 بين الفريقين، ولكن في مباراة العودة فاز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة وعريضة وتاريخية 6-0 على نادي فيلا الأوغندي، ليصعد النادي الأهلي مباشرة لدور ال16 لمواجهة فريق اتحاد العاصمة الجزائري. وفي مباراة الذهاب التي أقيمت في الجزائر فاز النادي الأهلي بنتيجة 1-0. ثم في مباراة العودة
تعادل الفريقان إيجابيا 2-2 ليصعد الأهلي إلى الدور اللي بعده دور الثمانية. ويقع النادي الأهلي في مجموعة نارية ضمت كل من على رأس المجموعة النادي الأهلي المصري، نادي الرجاء المغربي، نادي إنيمبا النيجيري كان حامل اللقب وقتها لموسم 2004 و2003، ونادي أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي. في أول مباراة فاز النادي الأهلي في القاهرة على الرجاء المغربي بنتيجة 1-0 بتسديدة صاروخية من ضربة حرة مباشرة من بعد دايرة منتصف الملعب عن طريق لاعبنا السابق محمد شوقي، لتسكن الكرة شباك الرجاء المغربي وتنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي 1-0. ثم في المباراة الثانية خارج الديار يفوز النادي الأهلي على فريق إنيمبا النيجيري بنتيجة أيضا 1-0 للعمدة المتألق الجان عماد متعب. وفي المباراة الثالثة في القاهرة يفوز النادي الأهلي على نادي أياكس كيب تاون الجنوب أفريقي بثنائية نظيفة مقابل لا شيء. وفي مباراة العودة مع نفس الفريق يتعادل الأهلي خارج الديار بنتيجة سلبية. وفي المباراة الخامسة في المغرب أقيمت المباراة بين الرجاء المغربي وبين النادي الأهلي. يتقدم نادي الرجاء في الشوط الأول في الدقيقة 42، ولكن عاد النادي الأهلي عن طريق عماد متعب، وفي البلس 90 كالعادة في الدقيقة 91 يحرز عماد متعب هدف التعادل للنادي الأهلي. ثم في المباراة السادسة والأخيرة تنتهي المباراة بفوز النادي الأهلي على نادي فريق أياكس كيب تاون بعد التعادل على فريق إنيمبا النيجيري عذرا وليس أياكس بنتيجة 2-0 ليصعد النادي الأهلي إلى دور نصف النهائي ليواجه من كالعادة وش السعد علينا وش الخير اللي كل ما بنقابلهم بنكسب البطولة، وصيف الدوري وصيف القارة وصيف أي بطولة خلقها ربنا، نادي الزمالك. في مباراة الذهاب انتهت النتيجة بين الفريقين 2-1 للنادي الأهلي. سجل للنادي الأهلي في هذه المباراة محمد بركات وعماد متعب وحازم إمام لنادي الزمالك. وفي مباراة العودة انتهت المباراة بثنائية نظيفة للنادي الأهلي، سجل الهدفين الزئبقي محمد بركات ليتيح الأهلي بالزمالك خارج البطولة، ويصعد النادي الأهلي رسميا للمباراة النهائية لمواجهة نادي النجم الساحلي التونسي. أقيمت مباراة الذهاب في سوسة في ملعب النجم الساحلي لتنتهي بنتيجة التعادل السلبي 0-0. وفي مباراة العودة انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة كبيرة جدا 3-0. أحرز الأهداف كل من النجم العالمي معشوق الجماهير أمير وإرهاب القلوب محمد أبو تريكة بتسديدة من خارج منطقة الجزاء بوجه القدم الخارجي تسكن شباك النجم الساحلي. ثم في الشوط الثاني عرضية من الراحل البرازيلي المصري برازيلي لأنه كان طريقة لعبه عاملة زي البرازيليين، الراحل المغفور له محمد عبد الوهاب بعرضية متقنة على رأس أسامة حسني ليضعها في شباك النجم الساحلي معلنا الهدف الثاني. وفي البلس 90 كالعادة وفي الدقيقة 93 يحرز محمد بركات أيضا من خارج منطقة الجزاء هدف عالمي R2 تسكن في المقص الأيسر لحارس شباك نادي النجم الساحلي، لتنتهي المباراة والبطولة بنتيجة 3-0 للنادي الأهلي دون هزيمة. وده كان الموسم الاستثنائي في دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي، واللي كان قد توج أيضا بهداف البطولة عماد متعب ومشاركة مع محمد بركات برصيد 6 أهداف لكل منهم، ليصعد النادي الأهلي كأول نادي مصري وإفريقي لكأس العالم للأندية عام 2005 في اليابان. دي كانت رحلة النادي الأهلي، وكانت الذكرى اللي وافقت اليوم للبطولة الخامسة في تاريخ النادي. هرجع تاني وأقول إن أنا وغير كتير من الأهلوية إن إحنا شعارنا دايما جمهوره ده حماه، على المرة والحلوة معاه، مش الحلوة قبل المرة، إحنا على المرة والحلوة مع الأهلي. هنكون بنقف قدام أي حد، وأنا بعلم بكامل قواي العقلية إن قادر أتصدى لمرتضى منصور وأي حد زي مرتضى يحاول
المساس بقيمة النادي الأهلي. احنا دايما في نادي الأهلي، احنا معانا ربنا، احنا ما بنخافش، احنا جمهور النادي الأهلي. وبكده بكون وصلت لنهاية الحلقة. ولو عجبتك ما تنساش تعمل لايك وتفعل زر الجرس وتشترك بالقناة عشان ويوصلك كل جديد أينما كنت. أشكركم والسلام عليكم، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.